طيب انت ممكن تقبض كام لو اشتغلت في المانيا؟ في الفيديو ده انا هحاول اقول لك كل حاجه عن المرتبات في المانيا عشان الموضوع ده مهم. ايه هي المرتبات في التخصصات المختلفه والفرق في المرتب ما بين قبل الضرايب والصافي اللي بيدخل لك بعد الضرايب، وهناخد مع بعض مثال عملي ازاي انت تحسب اي مرتب قبل وبعد الضرايب بنفسك، وايه الحاجات المهمه اللي ممكن تعملها علشان تزود من مرتبك في المهنه بتاعتك وانت عايش وبتشتغل في المانيا. لو اول مره تقابل، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري عايش وبشتغل في المانيا بقالي اكتر من 7 سنين. ولو بصينا على متوسط المرتبات في المانيا النهارده في 2026، في المتوسط هو 53900 يورو في السنه، ده قبل الضرايب. وانت ممكن تفكر ان مرتب زي ده مش كبير قوي، بس لو قارنته بباقي دول العالم مثلا زي استراليا او كندا هتلاقيه قريب جدا من متوسط، يعني ده في النص بالظبط ما بين اعلى واقل ناس بتقبض مرتبات في المانيا. وانت عشان تفهم يعني موضوع المرتبات ده، في حد ادنى للاجور اللي هو برده في المانيا النهارده 13 يورو 90 سنت للساعه، ده ما ينفعش حد يقبض اقل منه، وده بيزيد كل سنه مع التضخم. يعني هم كل سنه بيزودوه، المفروض في 27 سنه جايه الحد الادنى ده يزيد يورو كمان. فلو حد بيشتغل شغلانه بدوام كامل اللي هو 40 ساعه في الاسبوع هيقبض على الحد الادنى للاجور ده حوالي 2500 يورو. واي مرتب بنقوله دلوقتي قبل الضرايب، ففي انواع مختلفه من الضرايب والتامينات اي حد بيشتغل بيدفعها. اهمها هي ضريبه الدخل، اللي هو الضريبه العاديه اللي انت بتدفعها على المرتب بتاعك، ودي ضريبه تصاعديه تبدا من صفر لو انت دخلك قليل خالص، بتوصل لحد ممكن توصل 45% لو انت دخلك عالي، بيزيد طبعا كل ما انت بتقبض اكتر، وبعد كده بتوصل لسقف معين مفيش ضريبه بتزيد عليه يعني طول ما انت بقى دخلك بيزيد اكتر النسبه دي. يعني في حاجات تانية هي بتطلع من مرتبك اللي هو قبل الضرايب ده، زي التامين الصحي، التامين الاجتماعي اللي هو المعاش، يعني تامين البطاله، ان انت لو لا قدر الله اترفدت من شغلك فانت بتقعد تاخد 60 70% من المرتب بتاعك وانت قاعد ما بتشتغلش لحد ما تلاقي شغل تاني، فانت بتدفع جزء صغير كده من المرتب بتاعك طول ما انت بتشتغل كتامين البطاله دوت. واحنا هناخد مثال فيه تفصيل اكتر ازاي الحسبه دي بتتحسب على مرتب يعني قدام في الفيديو. بس الاول خلينا ناخد فكره عن المرتبات بتاعت التخصصات المختلفه. لو بصينا لاهم المهن لو حد فيها بيشتغل بدوام كامل، فالمرتبات فيها بتعتمد على شويه عوامل مهمه: التخصص، التعليم بتاعك، مكانك الجغرافي فين في المانيا، حجم الشركه، ومدى الخبره بتاعتك. مهندس البرمجيات على سبيل المثال، لو حد لسه متخرج ما عندوش خبره كتير وبيبدا الكارير بتاعه، في المرتب بتاعه بيتراوح ما بين 50 و60 الف يورو في السنه، طبعا بيزيد مع الخبره. وفي تخصصات حساسه شويه زي مثلا السايبر سيكيورتي او مهندسين الذكاء الاصطناعي، المرتبات بتاعتهم ممكن تبقى ازيد حتى لو هي لسه فريش من دون خبره، ممكن توصل 70 80. باقي تخصصات الهندسه زي تخصص الميكانيكا، مهندس الكهرباء، مهندس المدني، برضو لو في بدايه المسار المهني بتاعهم مرتبات بتتراوح من 45 و 55 الف يورو في السنه. الارقام اللي بنقولها دي وفقا للاحصائيات في المتوسط، يعني لو انت مثلا شغال في الشركات الكبيره زي مثلا فولكس فاجن، سيمنز، شركات العربيات زي مثلا بوش او غيرها، بغض النظر ان بوش يعني بيمشوا ناس كتير اليومين دول، فده اللي احنا نقصده بحجم الشركه. ممكن مرتبات تبقى ازيد في الشركات دي، او في قطاعات معينه زي قطاعات الطيران مثلا المرتبات هناك اعلى نسبيا من تخصصات تانية. فتلاقي مثلا لو حاجه وظيفه برضو انتري ليفل، حد لسه بيبدا، ممكن يبقى ازيد 10000 يورو مثلا عن المتوسط في الماركت. بس ده ما ينطبقش على كل المهن، في حاجه بتنطبق على مهن كتير وناس كتير غالبا ما تعرفهاش الا لما بتبقى موجوده في المانيا، وهي حاجه اسمها الاتفاقات الجماعيه او يونيون اجريمنت او تغيير فيتخاج بالالماني. ده معناه ان هو مهنه معينه انت تنتمي لجمعيه عماليه او نقابه، وهم بيتفاوضوا بالنيابه عنك بخصوص المرتبات. يعني هم كل سنه بيتفاوضوا مع اصحاب العمل وبيقرروا ان هو العقود هتبقى مش اقل من حد معين للمرتبات، علشان يضمنوا ان المرتبات بتاعت كل العاملين في القطاع ده تفضل عادله بالنسبه لهم. على سبيل المثال الصيادله او كل العاملين في قطاع مثلا الصيدله، في القطاع الصحي، الاطباء والمهن الشبيهه في المجال الصحي في الغالب في عقود زي ديت. ده معناه ان الشركه او صاحب العمل ما يقدرش يدفع اقل من كده للموظف اللي هو بيعينه، اقل من العقد المتفق عليه من الجمعيه. يقدر يزود بس ما يقدرش انه يحط اقل من كده. هو دي غالبا الحاله في معظم المهن الطبيه، ان هو بيتفقوا اوكي على العقد المتفق عليه من الجمعيه العموميه، بس هزودك مثلا 10 20 30% زي ما انا حابب، او انا عايز قد ايه الموظف ده وانا محتاجه فهزوده. راتب الصيدلي في المانيا في المتوسط لو لسه برضه بيبدا الكارير بتاعه بيبقى حوالي 60000 يورو في السنه لو بيشتغل في صيدليه عامه. مرتب الصيدلي الكلينيكي او صيدلي المستشفى ممكن يبقى ازيد 5 او 10000 يورو على المتوسط دوت. مرتبات الاطباء برضه في البدايه بتبقى حوالي 70000 يورو في السنه، بتعتمد على الولايه، حجم المستشفى اللي بيشتغلوا فيها. طبعا بتكلم على حد معاه مزاوله المهنه الدائم بتاعه، مش مثلا لسه بيعمل معادله. وفي حاله الاطباء والصيادله برضه ممكن المرتبات تختلف على حسب هو بيعمل نبطشيات قد ايه، بيشتغل في اماكن تانية مش في نفس المكان والى ذلك. العاملين التانيين اللي احنا ما اتكلمناش عليهم في اختلاف المرتبات هي التعليم والمكان الجغرافي. التعليم بيفرق يعني ايه؟ في المانيا في فرق واضح ما بين الناس اللي بتشتغل بعد تدريب مهني او ان هي ما درستش جامعه، او في حاله ان هي درست جامعه ودرست مثلا لحد بكالوريوس ماجستير ولا دكتوراه. الموضوع ده بيفرق برضه في المرتبات. في العموم
العموم لو انت معاك بس تدريب مهني وما كملتش دراسه جامعيه، في معظم المهن هتلاقي ان مرتبك اقل بشكل ملحوظ من حد دارس دراسه جامعيه سواء بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه طبعا. بس في برضو مهن تانية المهن دي حساسه ومرتب التدريب المهني بتاعها اعلى من مهن كتير تانية ذات تعليم جامعي. زي على سبيل المثال لو انت عملت تدريب مهني كمراقب طيران او تدريب مهني في الاي تي او صادق او لا تصدق في التمريض، يعني في التمريض كانهم محتاجين كتير جدا عماله في التخصص ده، فمرتباتهم بتبقى اعلى، وخصوصا ان هم بيشيلوا برضو ورديات كتير في ايام الاجازات او نهايه الاسبوع، ففي الاخر بتبقى مرتباتهم عاليه جدا. طيب تعمل ايه لو انت بدات شغل في المانيا من قريب، او انت بتخطط ان انت تسافر المانيا وعايز تستغل ان انت الوقت اللي بتشتغل فيه توصل فيه لاعلى مرتب في وظيفتك بسرعه؟ دي من الحاجات اللي انا كنت اتمنى ان انا اعرفها اول ما سافرت المانيا، عشان كانت هتفرق معايا في المستقبل. بس القاعده العامه ان في معظم الشغلانات لو انت اتنقلت ما بين وظيفه للتانيه كل من سنه لسنتين، المعادله دي بتوفر لك ان انت دايما بتوصل لعرض عمل احسن في الوظيفه الجديده اللي انت بتنقلها، علشان كل وظيفه بتنقلها انت بتكون شايل معاك الخبره اللي انت اتعلمتها في الوظيفه الاولانيه. ولو انت بتتنقل ما بين الوظائف بمزاجك بارادتك يعني، فانت دايما هتاخد وقتك ان انت توصل لعرض احسن من المكان اللي انت بتشتغل فيه في الوقت الحالي. لو انت صيدلي على سبيل المثال، فهيبقى مفيد ان انت بعد ما تاخد خبره مثلا سنه سنتين ممكن تدور على وظيفه تانية تكون فيها مدير فرع، ما انتش بس مثلا موظف، فمهام اكتر، معناها ان انت تقدر تتفاوض على مرتب اعلى. اللغه الالمانيه طبعا اهم حاجه في الموضوع ده، لو انت بتتكلم الماني كويس فده برضو بيزود فرصك ان انت تاخد مكان اعلى في التفاوض على المرتب. ولو انت لسه في المرحله بتاعت ان انت ما جيتش المانيا او مش عارف تنقل في انهي مكان في المانيا هيوفر لك فرص في المستقبل ان انت تقبض مرتب احسن، او يبقى عندك فرص بشكل عام اكتر ان انت تتنقل من وظيفه للتانيه بمرتب اعلى، فانصحك ان انت دايما تبعد عن الولايات الشرقيه وتخليك في الولايات الغربيه اللي على حسب التخصص بتاعك. لو انت مثلا في الاي تي، معروف ان في ولايات اكتر الصناعات او التخصص ده فيها متاح اكتر، وده بتعرفه لو انت بتقدم على شغل ببساطه. يعني انت لو بتدور على شغل فهتلاقي ان مثلا ولايات زي هيسن، بايرن، بادن فيرتنبرج، دي الولايات اللي في وسط وجنوب المانيا، في غرب المانيا، دي فيها حركه اكتر وفرص العمل ممكن تبقى اكتر من اي حته تانية. المكان الجغرافي بيفرق برضو في المرتب. لو انت اتنقلت مثلا من بلد صغيره مرتب فيها كان مثلا متوسط او عالي، ونقلت بلد تانية دي غاليه زي ميونخ على سبيل المثال، فتلاقي ان فرق المرتب ده انت بتدفع ده قده او اكتر في المدينه الجديده اللي انت رايحها، فتبقى انت ما عملتش حاجه. فدي حسبه هتعرفها مع الوقت ان شاء الله لما انت تيجي تشتغل في المانيا، بس انا بديك فكره عن كل العوامل اللي انت بتحطها في الحسبان مش بس في المرتب. لو عايز تعرف بالظبط انت ممكن تصرف قد ايه او الفرق بتاع مثلا موضوع المدينه او اكتر حاجات انت بتصرفها في المعيشه، انا عملت فيديو بيتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، هحطه تحت هنا في صندوق الوصف عشان تبص عليه. ولو انت عايز تعرف بالظبط الفرق ما بين المرتب قبل الضرايب وبعد الضرايب، خلينا نعمل الحسبه دي مع بعض. طيب اول حاجه هتعملها تدخل على الموقع ده اسمه بروتو نيتو ريشنا دوت انفو، ده يعني آلة حاسبة كده بتحسب اي مرتبات في المانيا من قبل الضرايب، بيبقى اسمها بالالماني بروتو، اللي بعد الضرايب اسمها نيتو. بعد ما تخش على الموقع ده هو تكتب فيه الرقم بتاع المرتب اللي انت بتقبضه او هتقبضه، هو بتلقائيا بيبقى حاطط لك 3000 يورو، ممكن نغيرها مثلا نخليها 4500 يورو على سبيل المثال عشان ده يعني متوسط مرتبات. وهنا بيبقى ممكن يعني تخليها في الشهر او المرتب السنوي، خليها زي ما هي الشهر ونغير اللغه نخليها عربي علشان يعني نفهم الدنيا شويه. وفي هنا بقى شويه يعني اعدادات بتبقى انت ممكن تغير فيها على حسب حالتك، نخليها السنه زي ما هي نسيبها 2026. واهم حاجه الفئات الضريبيه او الشريحه الضريبيه، لو انت اعزب ما عندكش يعني مش متجوز وما عندكش اولاد، فغالبا مش غالبا هو انت هتبقى الشريحه الاولى، الشريحه رقم 1 في الضرايب. الترجمه يعني مش دقيقه قوي بس يعني ده معناها الشريحه الاولى. وممكن تغير المكان الولايه اللي انت فيها وعمرك، فنخليها مثلا تلقائيا برلين 25 سنه. ولو انت مش مسيحي فانت مش بتدفع ضرايب للكنيسه، او لو انت بتدفع ضرايب للكنيسه انت مسيحي فتخليها نعم، ولو عندكش اطفال تخليها لا. والخانات الثانيه اللي تحت دي ليها دعوه بالتامينات، فهو انت تلقائيا لو انت موظف وبتدفع تاميناتك حكوميا فهتبقى متامن عليك حكوميا. وبعد كده تدوس حساب فهيطلع لك الصافي بتاع الراتب بتاعك بعد الضرايب بالظبط هيبقى عامل كام، هو هيبقى 2871 يورو. ولما تبص فوق هتلاقي ان ده المرتب السنوي بتاعك اللي انت بتقبضه برضو قبل الضرايب، وتحت هنا الحسبه بتاعتها بعد الضرايب هتبقى عامله ازاي برضو في السنه. الموقع ده بيستخدمه كل الناس اللي بتشتغل في المانيا. لو انت لسه عندك اسئله او عندك اراء في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ممكن تقولي تحت في الكومنتات. لو مش عامل سبسكرايب ممكن تشترك في القناه علشان ما يفوتكش فيديوهات جايه وتدعمني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. بس اشوفكم فيديو جديد.